دخلت العيادة برجلي وطلعت منها مش أنا. كل ده عشان حباية صغيرة طلعت لي في مكان حساس. بس اللي حصل جوه عمره ما يتنسي. يلا اشترك في القناة واعمل لايك عشان يوصلك كل جديد. أنا توتة، عندي 33 سنة، متجوزة من 15 سنة، وعندي 3 عيال زي القمر. جوزي اسمه محمد. اتجوزنا بعد قصة حب كبيرة قوي، وعشنا مع بعض حياة مستقرة على قد حالنا. كنا متفاهمين جدا جدا جدا، حتى في الأمور الخاصة بينا. بس كان في حاجة تعباني جدا، هي حاجة صغيرة في ظاهرها، بس كانت بتوجعني قوي من جوه. فجأة بدأت تطلعلي حباية في منطقة حساسة، وجعتني جامد قوي، وخلتني مش مرتاحة في العلاقة مع جوزي، وده أثر علينا جدا. حاولنا نتأقلم، بس الوجع كان بيبوظ كل حاجة، وأنا وجوزي بقينا نتوتر من أقل حاجة. وبدأت أحس إني لازم أتصرف، أروح لدكتور أو دكتورة تشيل الحباية دي بأي طريقة. بس جوزي من النوع المحافظ أوي، ولما قلتله إني هروح أكشف قالي بالحرف كده: لو هتروحي الدكتورة ماشي، بس لو راجل هتبقي طالق. يعني ايه طيب؟ طب افرض ما لقيتش دكتورة؟ قال لي مفيش حاجة اسمها ما لقيتيش دكتورة، ما ينفعش تتكشفي على اي راجل مهما كان. دورت على دكتورة كتير قوي، لكن ما لقيتش حد كويس، لحد ما واحدة صاحبتي قالت لي على دكتور جلدية شاطر جدا، الناس كلها بتشكر فيه، وبيشيل الحاجات دي ببساطة من غير اي وجع. قلت لها بس ده راجل، وجوزي قال لي ما ينفعش. قالت لي يا ستي هو هيعمل ايه يعني؟ هو هيكشف بس ويكتب لك علاج، ولو محتاجة عملية ولا حاجة هيعملها في ساعتها وخلاص، ما تكبريش بقى الموضوع. بصراحة كنت مترددة جدا وقلبي مش مطمن، بس الألم كان شديد، وهو اللي خلاني ان انا اتصرف واخد خطوة بسرعة. كدبت على جوزي وقلتله اني لقيت دكتورة وهروح لها. واول ما الميعاد جه اللي هروح اكشف فيه، صاحبتي كانت معرفاني ان هي هتيجي معايا، بس قبلها كلمتني وقالت لي ان بنتها تعبت فجأة، فاضطريت ان انا اروح لوحدي. وانا رايحة كنت مرعوبة قوي، وقلبي كان بيخبط من الخوف، لاني اول مرة اروح عند دكتور واكشف على المكان ده، وكمان اكون لوحدي. دخلت العيادة. الدكتور كان شاب شكله هادي خالص، سلم عليا وسمعني باهتمام. قال لي اتفضلي على السرير عشان اكشف عليكي واشوف الحباية شكلها ايه. بصراحة وانا نايمة على السرير حسيت ان لمساته مش طبيعية، مش زي اي دكتور، ونظراته ما كانتش مريحة خالص. بس حاولت اقنع نفسي انه بيعمل شغله، وان دي مجرد افكار في دماغي. راح قالي الموضوع بسيط قوي، بس لازم نعمل عملية صغيرة، وهحطلك مخدر موضعي وهتبقي تمام. وافقت عشان كنت فعلا تعبانة ومش قادرة استحمل. قال لي استني بره بس شوية، وبعد اخر كشف هدخلك عشان اعملك العملية. استنيت بره، بس برضو ما كنتش مرتاحة. قلبي بيقولي ارجعي، بس دماغي بتقولي اخلصي بقى من الوجع اللي انتي فيه ده. دخلت لقيته مجهز المكان، وقال لي هديكي تخدير موضعي وهتبقي فايقة، بس مش حاسة بالجزء اللي تحت ده خالص. وفعلا بعد ما خدرني حسيت جسمي مش بتاعي اصلا، رجليا ما كانتش شايلاني، وعينيا زغللت قوي. كل حاجة حواليا كانت ضباب، سامعة وشايفة بس مش قادرة ولا اتحرك ولا اتكلم. حسيت انه بيعمل حاجات غريبة، مش دكتور بيعمل عملية، لأ، دي كانت لمسات مريبة وتصرفات مقصودة. كنت شايفة كل حاجة، بس مش قادرة أصرخ، مش قادرة أقوله كفاية. كنت مسجونة في جسمي وحاسة إني بتكسر من جوه. بعد ما خلص قالي بكل برود أنا عملتلك العملية، خلي بالك من نفسك. قمت من مكاني وأنا مصدومة، مش فاهمة اللي حصل، كنت تايهة قوي. رجعت البيت ساكتة. جوزي سألني عملتي ايه؟ العملية كانت سهلة؟
قلتله كانت بسيطة، بس في شوية وجع وهيروح. لكن الحقيقة أنا كنت ميتة من جوه، مش قادرة أبص في عينيه، وكل مرة يحاول يقرب مني أهرب، مش قادرة أعيش طبيعي زي الأول. بقيت أعيط كل يوم، وهو يسألني مالك، أقوله تعبانة شوية، بس أنا مش تعبانة، ده أنا كنت منهارة. وفي يوم قررت أواجه الدكتور ده، رحتله وقلتله: انت عملت حاجة أنا مش راضية عنها، انت ازاي تعمل معايا كده؟ انت اعتديت عليا وده حرام. رد عليا قالي: انا مصور كل حاجة، ولو فتحتي بقك الفيديو هينتشر وجوزك هيطلقك وعيالك مش هيبصولك تاني بنفس النظرة. ساعتها حسيت اني في كابوس. ازاي ده دكتور؟ انا مش مصدقة. ازاي في ناس كده لسه بيتعاملوا مع ستات ضعاف كأنهم مش بني ادمين؟ خرجت من عنده مرعوبة، قعدت اعيط زي الاطفال. عمري ما عيطت العياط ده قبل كده، بس قررت اسكت عشان عيالي وبيتي. بس الوجع جوايا مش بيروح، والندم بياكل في قلبي كل يوم. انا حبيت احكي حكايتي دي مش عشان اوجعكم، بس عشان كل واحدة تاخد بالها وتسأل عن الدكتور كويس قبل ما تروح له، عشان مش كل اللي لابس بالطو ابيض يستاهل ان هو يبقى دكتور. لو قصتي وجعت قلبك ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وخلي بالكم من نفسكم.